السفر في عوالم الفن والموسيقى المغربية غادي ياخدنا اليوم لمشرع بن عبو بإقليم سطات. هاد القبيلة اللي كينتمي لها الراحل العربي باطمة، أحد مؤسسي مجموعة غنائية استطاعت تخرج على المألوف وتقدم أغاني لتنهل من التراث، وفي نفس الوقت كتقدم رسائل جميلة أبدع المضامين ديالها الراحل سي محمد باطمة. حملت اسم هاد القبيلة وجالت بها ربوع كثيرة، وشكون فينا ما طربش الأغنية حمادي لا ترحل، راه الواد حمل وعودي الزرق بالجامو مهرس الحجر بقدامو، وأغاني أخرى كانت علامة مميزة في تاريخ الموسيقى المغربية، لأن البساطة كانت عنوان المجموعة اللي خرجت من رحم الحي المحمدي معاقل الفن الغيواني، اللي كان حامل هموم وانشغالات الطبقات الفقيرة، وعبرت عليها مجموعات موسيقية في أغاني كثيرة. هذه الزاوية يعني ماشي انطلاقة غير ديال المسناوة، كانوا الغيوان أو المدرسة لينا مشاهب كالقادة الأولين من بعدها مسناوة، وهذه الزاوية فين تربينا كاملين وبدينا انطلاقة ديالنا من بداية الثمانينات. يعني الاسم خدمة على عبيدات رمة عندنا في المنطقة ولاد مسناوي في الشاوية. الاسم كان في الأول ولاد مسناوي، الوالدة الله يرحمها قالت لنا ديروا مسناوة كجمع عندنا في المنطقة، وهذه ديروا مسناوة يعني باش شوية تعرف في المنطقة وتعرف هذه، فعلا درناها مسناوة. والبداية الشهرة بدينا حنايا في الثمانينات، الشهرة عندنا حتى 86 الألبوم الأول اللي كان أسسناه هو بداية الشهرة ديالنا وبدات المسيرة ديالنا. قالوا الاخوان بركوا الله ونخرجوا بطابع خاص، طابع خاص. قالوا اش غنديروا ما نديروا، ما يشدوا البرجو داروا شرقي والبوزق وطار والسنتير. من تما بدينا نهيئوا فروسنا بهذه الطريقه هذه. واحد الوقيته كان العربي الله يرحمه باطمة كان كيدير واحد اللامه في سيدي عبد السلام بوحمريه في مشرع بن عبو ولاد بوزيري، وكان كيدينا معاه كان نحكوا معاه تما ونغنيو معاه. كانوا واحد الناس كبار كيقول لهم ولاد المسناوي من ديك المنطقه كيخدموا هما كنخدموا حنا، وهذه بقينا غاديين وما يقولولناش ما تاخذوش هذا الاسم ديال ولاد المسناوي تخدموا به.
ديال الحي المحمدي عندها ذكريات جميلة بالنسبة لمجموعة مسناوة اللي نسجوا أفرادها علاقات طيبة مع ناسها، لأن العيش في هذا الحي عنده مفهوم واحد وهو الفخر بالانتماء. إصرار مجموعة مسناوة على زيارة محل الخياطة اللي هو جزء من الذاكرة الغيوانية بصفة عامة ومسناوة بصفة خاصة، لأن أسرار كثيرة موشومة على جدران هذا المحل، وبعض من أغاني مسناوة تم تدوينها بهذا المحل البسيط اللي كيشهد على مسار فنانين كبار، منهم من غيبه الموت ومنهم اللي مازال حيا مرزقا. أشكري عبد الرحيم الناس والحي السي محمد مسكين صانع الامجاد ديال مجموعه مسناوة كما الله. اللي طاري هنا هو شويه البسط، هنا كنضحكوا النكته نقدروا ندربوا شي حاجه، ممكن يكون الالهام وكتنزل لك كلمه او حتى في الالحان انغيمات في هذا الحال. تبارك الله راه لا اله الا الله، ماشي غير مسناوي اللي دايسنا، راه كاع هاد اللي كاين في هذا التصوير غيوان مشاهد. رجعت بعقلي بعيد وقلت لخيالي زيد نتذكر ايامي وحلامي، بغا تردني للثمانينات. قال هضرك شويه على البديه بولاد المسناوي. كنا بدينا بالكمانجه والعود، بقينا تسجيل تقريبا واحد الشهر ولا شهرين. واحد السيد سميتو مصطفى الخالدي، هذا الراجل ما نساوش خيره، قلت لي جبد الناس جنود الخفاء. هذا الراجل هو اللي شرى لنا واحد البوزق من مالو الخاص، ما سجلناش بالكمانجه والعود، صدقنا مسجلين بالبوزق، البوزق والبانجو والسنتير. خدينا البانجو والسنتير ديال الغيوان وخدينا البوزق ديال جيل جلاله، كنا مأطرين هذيك الوقت بالظاهره. كاين السي بوعزة الحيمر، الراجل تا هو عطانا الاستوديو ديالو وتعاون معنا بافكاره. المحجوب الزلاق، ما ننساش نشيره محمد، هذا واحد الصديق ديالنا، صديق المجموعه، كان تا هو في الاداره. عبد الرحيم موياس جوق السعاده. السي السعري الله يرحمه، الغزواني، عبد اللطيف الزيادي. كنتمنى انني ما نسيت حتى شي واحد. هاد الاخوان كاملين جنود الخفاء الله يجازيهم بالخير، هادو هما اللي كانوا عاونوا مسناوة في البدايه، ولاد المسناوي.
رأت مجموعة مسناوى النور في الثمانينيات في القرن الماضي وهي كتحمل شعار خالف تعرف، سواء في توظيفها الآلات موسيقية وترية، حاولت تخلق بينها تجانس كبير وتعطي نغمة جديدة، أو انتقائها القصايد فيها جرأة زائدة إلى غير ذلك من المبادرات اللي أعطتها نوع من التميز وسعت دائرة عشاقها سواء داخل المغرب أو خارجه، الشيء اللي جعلها تكسب ثقة كبيرة في نفسها وتترك بصمتها واضحة في الأغنية المغربية. أنا كنتذكر يعني أنه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ونحن شباب آنذاك تبهرنا بواحد الشكل كبير بواحد الخمسة شبان اللي ظهروا بواحد يعني شريط كيحمل اسم ديال يعني اسم مجموعة كان ولاد المسناوي، وكانت واحد الأغنية اللي بقينا كنتغناو بها ونحن شباب آنذاك هي سيدي بوسناسل، إلى جانب أغاني أخرى بطبيعة الحال، ولكن سيدي بوسناسل كانت هي اللي بغيت تقول ذاك مفتاح الشهرة إلا بغينا نسميوها هكذا. وفي هذا الكاسيت كيظهروا خمسة شبان اللي هما ولاد الدرب بطبيعة الحال، ولاد الحي المحمدي تقريبا برمتهم ولاد الحي المحمدي، كانوا الإخوة باطمة، رشيد باطمة، حميد باطمة، إلى جانب عبد الواحد المدني، إلى جانب عازف المستثنائي كذلك اللي هو مصطفى عطاسي، ثم الحسين الدك. هاد لا فيرسيون ما بقاتش ما طولاتش بزاف، ولكن حنا ما حسيناش بالخلل. علاش؟ لان دائما ملي كان كيجي شي حد كيرومبلاسي شي واحد اللي خرج اللي ضرب فين ما كيبان لنا بان كاينه بالعكس كاينه هناك اضافه. خدم جميع الانماط. الا جيتي للعيطه غتلقى مثلا اغنيه انا داويت وداويت كله وكلامو، دركت الكثير من الدنيا ما كفاني، شوفوا المكتوب فين رماني. جيتي ثاني للجانب ديال الشعبي غتلقى ان البدايات ديال مجموعه مسناوى بداو يعني كما نقولوا السواكن، يعني ما